زي ما انتم شايفينه كده اهو. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب للي هيجرب طبعا واللي كله. وجبت عسل وجبت جبنة قديمة وطلع جميل جدا وما شاء الله عليها. ادي العسل وادي الجبنة القديمة. طبعا اي فطير ما يتاكلش غير بالجبنة القديمة والعسل. وادي بقى الفطير معانا. يلا بينا تعال نشوف عملناه ازاي ومقادير سهلة وبسيطة. كوباية مية، مفيش غيرها، مية باردة خالص من الحنفية. وحطيت عليها بقى حبة ملح، وده حطيت كده حبة ملح. وبعد كده هحط حبة سكر. طبعا وهفضل اقلب فيهم كده اهو. بعد كده بعد ما قلبت الملح ادينا طبعا هحط السكر. هحط 5 معالق سكر عشان طبعا كل ما يبقى معسل كل ما يبقى احلى، وهيعجبكم فعلا الطريقة. وكلكم ان شاء الله هتجربوها وهتقولوا لي جميلة. بدينا طبعا بنذوب السكر. هفضل ادوب كده لحد طبعا مش هخلي خالص في السكر نهائي. وبعد كده هبتدي بقى احط الدقيق معاكم بعد ما ادوب السكر خالص، مخليش فيه اصلا باين عشان ما يحصولش وكده. وبعد كده ادينا حطيت كوباية دقيق اهو. طبعا هحط كوباية تاني. طبعا الدقيق ده على حسب الكمية اللي انت عاوزاها. تمام، انا دينا حطيت كوباية دقيق، وطبعا الكوباية التانية اهي برضو مليانة. وطبعا على حسب ما انت عاوزين بالظبط، على حسب الكمية اللي انت عاوزينها. انا طبعا مش محتاجة غير الكمية دي بس، هي دي اللي انا عملتها طبعا على قد عيالي. الساعة 3:25 اهو كده. طبعا اهم حاجة العجين يتملك صح، دي اهم خطوة طبعا، اللي العجين يتملك صح خالص. وهو كده اديني طبعا بملك. اهم حاجة ان نملك جو في العجين، اهم مرحلة اللي احنا نملك العجين اهو كده. اهم خطوة اهم حتة انكم تملكوا العجين وبعد كده تسيبوه يستريح. هديكم هتمشوا معايا خطوة بخطوة وهتشوفوها. اهو طبعا بعد ما سبت العجين يستريح يجي نص ساعة وغطيته بالكيس بتاعنا اللي هو كيس الخبيز اللي بنغطي بيه. بصوا ابتدت كده خلاص كده هبتدي اقطعها اهو كده. ادينا هنقطع مع بعض الفطير. بصوا هنعملهم 5 اهو. طبعا احنا دهنا الصينية سمن زيت، اسفة خالص، دهنا الصينية زيت وايدنا فيها زيت، وحط على وش العجين. نسيت اقول لكم عليها اهم خطوة، اوعوا تنسوا الزيت اللي في وش العجين. طبعا عقد زيت انا حطيتها في الصينية. بس كده طبعا نبتدي نقطعهم كلهم معاكم. ادي قطعت اول واحدة وحطينا اهم حاجة الزيت بس من تحت. وبعد كده نكمل باقي الخطوات وهكذا قطعناهم كلهم وسويتهم. شايفين الزيت؟ بقول لكم اهم حاجة الزيت. شايفين ايدي فيها زيت؟ اهم حاجة اللي يتحط زيت من على الوش عشان يبقى مفخفخ، ولما تسيبوه يختمر هوريكم ازاي يعني اختمر وبيجي جميل جدا.
حط صابعك كده في الكرسي بتاع الفطير، هيغرز بيه بصابعك كده، هيبقى هو كده اختمر. اهو كده. بصوا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. ها كده سبت طبعا نص ساعة تاني في الصينية والزيت. وادي ها، دي امي طبعا، مش انا، دي مش ايدي انا، دي ايد امي، هي اللي بتفرط العجينة على الطبلية. طبعا هتفضل تعمل كده كده لحد ما تكبر خالص معانا. كده طبعا، بس هي طبعا مش هتملى الطبلية ولا كده، هي هتبقى وسط ولا عاملة جو. بصوا كده. وعادي خالص، عادي خالص لو اتقطعت، يعني لو الفطيرة اتقطعت معانا عادي خالص، معروفة الفطير كله لازم يتقطع. ده طبعا فطير بيتعمل على النار كده بدون فرن بدون اي حاجة. بصوا ادينا كده فرطناها. دي ام انا طبعا هي اللي بتفرطها بيدها. بصوا جابت تحت كده الفطيرة. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، هي وديتها كده وهنجيب التانية كده. وعق طبعا ايدها زيت، هي زيت مش سمن، زيت ولا زبدة، انا بقول زيت، اهم خطوة اللي هو الزيت. بصوا، وهتجيبها كده بقى الناحية دي، الناحية التانية كده، وبعد كده هتمسكها زي ما انتوا شايفين، هتشوفوها بقى هتعملها ازاي. وما خدش يعني نفس مدة الدقايق بتاع الفيديو، نفسها نفس المدة بالظبط، انا محشتش منه اي حاجة، هي المدة. كده كده بقى انا مولعه الطاسه، يا امي كانت قاعده وخلتني انا اللي طيبتها من الصراحه. بعدين طبعا حطيت الطاسه دي، انا بوريكم اللي انا ولعت على النار. انا كده دي ولعت على النار طبعا، ودي حطيت حبه زيت صغيره خالص اهي في الطاسه. بصوا كده لما انا سبت العجين استريح خالص، طلع الفجافيك دي اللي انتوا شايفينها. بعدين كده هبتدي اقلبها، هي كده خلاص ابتدت تتحمر معايا. طبعا هقلبها الناحية التانية. وطريقة سهلة وجميلة، ويا رب تعجبكم كلكم ان شاء الله. دي اول واحدة عملتها، واهم حاجة الزيت، وهتشوفوها بيجي جميل جدا والله. وطلع معانا 5 جراس بدون فرن ولا اي حاجة، على الطاسة كده اللي انت بتستعمليها العادية بتاعتك. ادي اول واحدة، وادي التانية برضو هوريها لكم. كده طبعا، وهنوريكم زي ما انتم شايفين. طبعا هتطبقوها ازاي تاني، اللي ما شافش اول مرة يشوفها دلوقتي بس كده شايفين، وهتبقى مفلفلة وزي العسل. طعمها الصراحة كان جميل جدا بالعسل والجبنة. وادي طبعا العسل. احنا كده خلصناها معاكم. طبعا انا قصرت الفيديو بس عشان ما اعوقش عليكم في الطيبات. بصوا، وبسم الله ما شاء الله، والصراحة كانت جميلة جدا، روعة جدا الصراحة ما شاء الله. ودي الجبنة القديمة الفلاحي بتاعتنا والعسل، بس انا عسل صراحة جايبينه من السوبر ماركت. كده، ويا رب كده ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والفطير طريقة الفطير ان شاء الله تكون عجبتكم. وبسم الله ما شاء الله عليه، والله كان طعمه جميل.
ويلا الحمد لله كده يدومها يا رب علينا على طول. وبسم الله ما شاء الله. بص بوريكم طبعا اللي هو واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. وكان جميل جدا وطعمه عسل، وكان ريحته الصراحة فظيعة خالص. هو بيتجلي بدون فرن، فطير بدون فرن على البوتاجاز بطريقة سهلة وجميلة، وما كملش حتى ربع ساعة معانا بالظبط. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا في رعاية الله وحفظه. سلام.